بعد تألق مع عمر مرموش وجاب جونين في بايرن ميونخ وفي نوير. يعني نوير ده اصلا اللعيبه بتروح تتصور معاه ومحدش بيعرف يجيب فيه جوان. لما يبقى عندك لعيب زي ده وداخل على مرحله ان هو يبقى هداف الدوري الالماني البوندسليجا ومرشح ان هو يلعب في اقوى الفرق في ريال مدريد وفي تشيلسي وفي ليفربول، وتطلع تقول ان عمر مرموش فنكوش، يبقى انت كده هجاص كبير. طبعا كلكم عارفين ان كابتن رضا عبد العال كل الناس بتحبه، وانا منهم طبعا بنحبه عشان خاطر تعليقاته اللي دمها خفيف. بس انا بقول لك يا كابتن رضا يا عبد العال انت غلطان في التصريح ده 100%. ومرموش قدام هيبقى خليفه لمحمد صلاح وهيشرف الكره المصريه، وافتكروا الكلام ده كمان سنه ولا سنتين لما هيروح الدوري الاسباني ولا الدوري الانجليزي ويبقى من هدافينه ومن نجومه ان شاء الله. وبعدين ايه اللي مزعلك يا كابتن رضا ان احنا يبقى عندنا واحد زي محمد صلاح وصغير في السن يشيل المنتخب بعد ما صلاح يعتزل؟ طبعا ماتش مصر وموريتانيا النهارده هيتلعب الساعه 7 وهيتذاع على قنوات بين سبورت اتش دي 2 وعلى اون تايم سبورت التردد الارضي بتاعها. الماتش ده طبعا جاي بعد السوبر الافريقي وفوز نادي الزمالك بالسوبر الافريقي، فلازم كابتن حسام حسن بقى يعني يعدل في تشكيل المنتخب، وخصوصا ان في لعيبه مصابه زي محمد هاني وفي لعيبه تألقت زي عمر جابر وزي دونجا. طبعا ربنا يشفيه دونجا اتصاب مع المنتخب، ولازم بقى الخطه يبقى فيها تعديل عشان تحط مرموش مع صلاح. هنتكلم على افضل تشكيل لمنتخب مصر النهارده، وعايزين رايكم في الكومنتات وفي التعليقات من احسن تشكيل وايه هو اللي مش عاجبه في التشكيل اللي هنقوله دلوقتي ده. في حراسه المرمى طبعا انا هحط عواد وانا مغمض اللعيب اللي كسب الزمالك السوبر الافريقي، وده وقت عواد او شوبير. لو بدات بالشناوي يبقى انت غلطان 100%، ولكن انا ارشح عواد لان هو لسه كسبان السوبر ولسه شايل بلانتات ومعنوياته عاليه جدا، فلما تجيبه تلعبه في المنتخب يبقى انت كده بتكسب حارس مرمى كبير معاك جنب الشناوي وجنب مصطفى شوبير. في خط الدفاع طبعا وانت مغمض محمد عبد المنعم، وجنبيه بقى براحتك عايز حسام عبد المجيد، عايز رامي ربيعه، مش مشكله، حتى لو جبت حجازي برضه مش وحش. في الباك اليمين وانت مغمض عمر جابر، في الباك الشمال محمد حمدي. في خط النص هنلعب باثنين طبعا حمدي فتحي، وانا والله بقول ناصر ماهر. في ناس هتختلف معايا، ايه المشكله ان انت يبقى عندك اتنين كويره في وسط الملعب؟ فكره ان انت تلعب باتنين خط وسط دفاعيين دي بقت خلاص موضه قديمه. الزمالك عملها ولعب بدونجا ومعاه عبد الله السعيد وناصر ماهر، واحنا النهارده عايزين نلعب بمرموش تحت راس الحربه ويبقى صلاح في اليمين او العكس. وطبعا اليمه الثانيه يا اما تريزيجيه يا اما زيزو، او ناقص عمر مرموش مكان زيزو. بس انا يعني اللي انا بخليه اساسي في الهجوم هو عمر مرموش، لان ما ينفعش يبقى متالق التالق ده كله وتيجي في ماتش المنتخب وتطلعه. فاحنا كده هنقول ان احنا معانا دونجا ومعانا ناصر ماهر تحتيهم اللهم صل على النبي، نخلي زيزو تحتيهم مثلا، واليمادي عمر مرموش في اليمين، في الشمال تريزيجيه، وقدام محمد صلاح. اكتبوا لنا رايكم في التعليقات، هل التشكيل ده عجبكم وايه افضل تشكيل لمنتخب مصر، وهل انت تفضل ان هو يلعب بمرموش في اليمين ولا محمد صلاح؟ بشكركم على متابعتكم لينا، وما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناه وشيروا فيديوهاتنا عشان توصل لاكبر عدد من المشاهدين. اشكركم والى اللقاء في مزيد من الفيديوهات على قناتكم يوميات زملكاوي. بنشكر كل الناس اللي بتتابعنا اهلاويه وزملكاويه، وبنوعدكم ان شاء الله ان احنا نقدم لكم افضل محتوى رياضي في مصر.